لو انت بقى عايز تشتري سكوتر او بتفكر تشتري سكوتر وتكبر دماغك من البنزين والصيانه والترخيص، فالفيديو ده ليك. اقسم بالله السكوتر بيجري، عايزين نتعور. اقسم بالله. طب هات كده الكاميرا. اقسم بالله السكوتر ماشي على 40، اقسم بالله السكوتر بيجري ما بتحسش بصوت اصلا، مش حاسس ان في صوت اصلا للموتور. يا لهوي. اوبا 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 اوبا. عشان احنا النهارده بنصور في مصنع قادر سكوتر كهرباء 2000 واط. الفيديو ده مهم جدا ليك. ليه؟ لو انت عايز تشتري السكوتر لابنك او بنتك وخايف عليهم، فالسكوتر الكهرباء ده هيبقى سيف جدا ليك، وفي نفس الوقت بدون ترخيص ومالوش سن معين. بقالنا بقى فترة بنسمع عن شركة قادر، وشركة قادر عاملة قلق كبير جدا في السوق. ليه؟ لأن هي نزلت سكوترات كهرباء الدفعة اللي فاتت وخلصت، والناس اتبسطوا جدا من الموضوع ده. ايه هي بقى شركة قادر؟ هي شركة تبع الهيئة العربية للتصنيع. كل السكوترات اللي عندهم بتنزل كهرباء. مش بس كده، كمان بيعملوا شكل جديد للسكوتر ومفهوم جديد للسكوتر. تحس ان السكوتر اللي قدامنا ده شبه الموتوسيكل شوية، والإدات بقى وبتاع. انا هوريكم برضو المنظر ثانية واحدة. عمرو، شايفين الفوانيس LED؟ مش بس كده، كمان بصوا عندنا هنا كمان النور العادي. معنى كده ان الناس دي بتفكر برضو فكر لقدام، ان انا النهارده ما اقتصرش على الشكل العادي او الكلاسيكي. لا، انا في الاول وفي الاخر التارجت اللي انا بعمله، التارجت عموما للناس ايه هي؟ فئه الشباب. فالشباب دايما عايزين الحاجه السبور، مش عايزين الحاجه اللي شكلها قديم. طبعا من الحاجات الجميله، تعالى يا عمرو ثانيه واحده. بص، من الحاجات الجميله جدا مبدئيا انا قاعد على السكوتر مرتاح، وشايفين في سسبنس جامد جدا يعني اهو. شايفين السسبنس؟ شايفين بقى قدامنا هنا هتلاقوا ان الشاشه كبيره جدا مبينه لك كل حاجه، ودي يعتبر من اكبر الشاشات اللي شفتها في السكوترات موجوده. لو فاكرين كنا صورين قبل كده سكوتر عمرو 1 كول، كان برده الشاشه بتاعته كبيره، بس يعني شبه الشاشه دي. طبعا هنا عندك السرعه وعندك الكيلوات اللي ماشاها وقدره البطاريه. السكوتر ده عمرو فيه 6 بطاريات. السكوتر ده 2000 واط، اقصى سرعه بيمشيها 70 كيلو في الساعه. وانا شايف من وجهه نظري ان 70 دي حاجه كويسه جدا. يعني الرادارات عموما بتبقى 60 80، فما حدش هيجيب اكتر من كده. فلو جيت شفت الفكر بتاع الناس دي هتلاقي ان الفكر صح. انت النهارده راكب سكوتر، في الاول وفي الاخر عايز تمشي مثلا جوه كومباوند، عايز تمشي في الساحل، عايز تمشي في اسكندريه، عايز تمشي في الاسكندريه، اخرك هتمشي ايه؟ شارع ابو قير والبحر. البحر اصلا سرعته 60، فانت عايز حاجه، اول حاجه اصلا تبقى سيف. فانت السيف ان هم عاملين لك ليميت للسرعه اللي هي اقصى حاجه 70. وما اظنش ان في ناس كتير هتحتاج اكتر من كده. انا عارف ان في شباب عايزه تجري وكل حاجه، بس ما اظنش ان 70 هتبقى معطلهم. بل بالعكس، السكوتر بالنسبه لهم كويس جدا، والشحنه الواحده بتاعته بتكمل 80 كيلو. اعتقد يعني الواحد في اليوم ممكن يعمله مثلا كام يا عمرو؟ 12 كيلو صح؟ 15 كيلو يعني. بما ان احنا في اسكندريه، يمكن بتوع القاهره ممكن بيمشوا مسافات طويله، بس برضو اقوى مسافه ممكن يمشيها هيمشي مثلا 30 كيلو. فلو راح مثلا مشوار وقضى يومه، لو انت شحنته في حاجه بقى انا نسيت اقولها. انت عارف الشحنه بكام؟ الشحنه بتاعه السكوتر ده ب7 جنيه. فاحنا بنتكلم يا جماعه لو السكوتر ده حرفيا هيمشينا 80 كيلو ب7 جنيه. لو جينا شفنا سكوتر مثلا هنقول 7 لتر، جميل، لو فولنا السكوتر 7 لتر هيتفول ب 100 جنيه، هيمشينا افريج نقول يا عم كيلو. فانتم متخيلين الفرق؟ لو احنا بقى بنحسب كميزانيه، متخيلين الفرق ما بين ان انا بدفع في حاجه شحنتها 7 جنيه وحاجه قدامها بنزين بدفع 100 جنيه؟ في فرق كام؟ 93 جنيه. وده هيمشيني 80 كيلو والتاني هيمشيني 80 كيلو. حتى لو التاني مشاني 100 كيلو برضو ما زال ان في فرق يا عم 90 جنيه. متخيلين في فرق 90 جنيه؟ غير بقى كل الكلام ده، ليه بقى انا بحب الكهرباء وليه بدعم الكهرباء؟ لسبب واحد، لان ده بيحافظ على البيئه. غير بقى كل ده ان السكوتر ده مش هيتعمل له صيانه. على فكره بقى انا عايز اقول لكم على حاجه. مبدئيا السكوتر ده على 2 مساعد امامي و2 مساعد خلفي. الجنوط دي جنوط 12 امامي وخلفي. السكوتر ده مش هتغير له ولا زيت بقى ولا تحط له بنزين ولا شغل كهرباء. السكوتر ده قايم على حاجه واحده بس يا جماعه، 6 بطاريات اللي تحتيه، 6 بطاريات فقط. البطاريات دي بقى عليها فتره ضمان كويسه جدا، وكمان السكوتر عليه ضمان لمده سنه من توكيل قادر. طبعا متوفر ب4 تلوان. بس قبل اي حاجه هنوريكم ادي شكل البطاريات. طبعا هنا عندنا الكرسي نفتحه، هنا عندك ده الشاحن، زي شاحن بالظبط اللابتوب، بتشحنه في الفيشه وتحط برضو نفس الكلام الفيشه بتاعته هنا. هنا بقى عندنا حاطين لك 3 بطاريات و3 بطاريات تحتيهم. هم دول السكوتر يا جماعه. هنا عاملين لك زرار فصل اوتوماتيك، كان ممكن يبقى شكله احلى شويه، بس يعني ايه ماشي. بس غير كل بقى عمرو ده ان كمان عندنا هنا مودات. بص ادي كده اول. طبعا عايز اقول لك بس على حاجه الاول، عايز بس تيجي الحته الفنيه دي. دايما كلنا بنشوف في اي سكوتر او اي موتوسيكل ان الزراير بتبقى كده. شايفين الزراير مش كده المره دي؟ بص الزراير بتتحرك ازاي، يمين وشمال وفي النص، يمين
وشمال وفي النص. شايف هنا برضو نفس الكلام، نفس ما عدا بس ايه الويتنج مثلا، عندك الكلاكس ماشي، لكن بص يمين وشمال فكره لذيذه يعني. عموما شايفين المود التاني، وده هنا اهو قلبناه، ده عشان خاطر السرعات تقدر تتحكم فيها. وده طبعا حاط لك يو اس بي كده عشان تحط الكيبل وتوصلها وانت تقدر تشحن الموبايل، وحط لك هنا برده هاندلنج كده عشان لو معاك كيس خضار بتاع. بس في حاجه بقى عمرو لاحظتها بصراحه والله جميله في الموضوع. بص لو اخدت بالك، انتوا عارفين ان انا طويل تمام، اخدت بالك انا قاعد وحطيت رجلي، بص المساحه قد ايه واسعه قدامي. ليه بقى كل ده؟ عشان الجادون عاملينه شبه الموتوسيكل، مش جادون. الجادون ده مش جادون سكوتر، بص شايفين عالي ازاي، وفي نفس الوقت الحته دي فاضيه، تحس ان الوش جايبينه لقدام ومن جوه في وسع، لان هم مش عاملين درج او عاملين مثلا حاجه في النص. تعالوا بقى نطلع نجرب كده ونقول لكم ايه راينا. بصوا شايفين الماشيه بقى بتاعته، ونشوف هنعرف نلف على الضيق اكتر حاجه ولا لا. عمرو بيعمل لي اختبار اهو يا عم، اهو يا عم، اهو ارتحت كده. لا بجد الهاندلنج بتاعه حلو جدا. عموما يعني حوار الكهرباء غير البنزين، يعني الدوسه بتاعت الكهرباء عموما غير البنزين. انا هخلع بقى، بص الدوسه بتاعت الكهرباء جميله جدا. في حاجه جامده بقى، بص هنا هدوس هنا على الريفرس بص وامشي، شايفين طبعا مفيش توازن بجنيه. بص المنظر اوف، يعني هي بتساعدك ان انت لو عايز ترجع ورا بتلف اهو، بدل ما تزق رجليك هي بتلف. عايز تيجي تركب ورايا؟ يا ريت. بس انا بلين لسه لسه السكوتر جديد. جديد ايه يابا؟ صح معلش انا نسيت السكوترات الكهرباء يا جماعه ما بتلينش، بتركب على طول. يلا اركب يلا اركب. على فكره يا جماعه بقى انا في حاجه عايز اقولها، مش عارف الحاجه دي هتبقى صح ولا غلط، بس والله العظيم السكوتر بيجري. اقسم بالله السكوتر بيجري. عايزين نتعاون ولا اقسم بالله. طب هات كده الكاميرا، اقسم بالله السكوتر ماشي على 40، اقسم بالله السكوتر بيجري. انا مش عارف هو بيجري ازاي كده. هي في حاجه بس مزولاني بصراحه، ان السكرينه الصغنونه دي والعداد ده بيتهز، ممكن يكونوا عايزين يتربطوا مش اكتر ولا اقل. بس اقسم بالله يا جماعه السكوتر بيجري، مش حرفيا بيجيب السرعه على طول، وفي نفس الوقت بص ما بتحسش بصوت اصلا، مش حاسس ان في صوت اصلا للموتور. يا لهوي. اوبا 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 اوبا. بقول لك يا عمرو انا بفكر اشتري سكوتر كهرباء. ما تجيب لي واحد معاك؟ والله العظيم 3 يعني بجد والله. السكوتر بقول لكم ايه، ناعم قوي. فكوكوا بس من المحور السكرينه اللي قدام ده، بس والله العظيم السكوتر طري وناعم جدا يعني بجد. مش والله عشان انا بعمل ريفيو ليه، السكوتر فعلا سريع وناعم، ما فيهوش بقى جو الهبد والكلام ده. انا حجمي عامل ازاي تمام، وعمرو قاعد ورايا بيصور. انت قاعد مرتاح يا عمرو؟ لا والله يعني قاعد مرتاح. طب في حاجه بس انا عايز اقولها مبدئيا، طبعا الموتوسيكل ده او السكوتر اللي احنا ماشيين بيه ده وزنه 80 كيلو وبيشيل لحد 205. انا 115. عمرو انت كام؟ انا 80. هو بيشيل لحد 205. السكوتر ده نازل شراكه ما بين شركتين او توكيلين، توكيل قادر والتوكيل دي جي ماكس، ده توكيل امريكي. طبعا السكوتر زي ما انتم شايفين الكواليتي بتاعته كويسه جدا، والشكل بتاعه كمان سبور. تعال اوريك حاجه ثانيه واحده، احنا ما شفناش الفانوس الخلفي. بص من الحاجات برضو اللي انا اخدت بالي منها، بص يا عمرو ان هم عاملين الموتوسيكل شكله سبور. شايف الفانوس عامل ازاي، شايف الدراعات الخلفيه عامله ازاي، برضو ماشيه جدا. الدواسات الخلفيه طبعا شكل المساعد زي ما انتم شايفين 2 مساعد خلفي، وهنا الموتور، وهنا طبعا ماستر فرامل. في سؤال بقى سريع الناس ممكن تاخد باله منه، بص يا عمرو ليه شكل الجنط اللي ورا شايفه غير شكل الجنط اللي قدام؟ تعالى هنا ممكن تبان اكتر من هنا معلش. بص يا عمرو ليه شكل الجنط اللي قدام مختلف تماما عن شكل الجنط اللي ورا؟ حد عارف ليه؟ طيب اللي يعرف وهو بيتفرج كده على الحلقه يكتب لنا تحت بسرعه في الكومنتات. بصوا يا جماعه مبدئيا اللي ورا ده الجنط ده جواه موتور، شايفين كده، شايفين ده هو ده الموتور، هو ده اللي بيمشي السكوتر، فبالتالي عمره ما هيكون في جنط. الجنط اهو وجواه داخل جواه الموتور. الكاوتش اللي قدامنا ده طبعا كاوتش تيوبلوس. عندنا الالوان بتاعت السكوترات دي، اول حاجه اللون السيلفر، الاسود مط في احمر، الاسود ميتاليك في لون جراي، اللون الازرق مط. عندنا 4 موديلات، نفس كل حاجه هم واحد بس الاختلاف في الالوان. سعر بقى السكوتر ده في رفع الحلقه دي 46,000 جنيه. ايه رايكم في السعر؟ السعر ده سعر شامل الضريبه كمان اللي هي ال 14%، ولو كمان في موزعين عموما عايزين يقدروا يتواصلوا مع المصنع، لان هم بيطلعوا للموزعين المعتمدين. قبل بقى ما تقفل الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ودايما الدعم معاكم ابو سامي بتاع موتوسيكلات.